بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت داخل تتعلم PMP أو سمعت عن بيم بوك 8 ومش فاهم هو إيه بالظبط، فالفيديو ده معمول علشان النهاردة إحنا مش هنشرح تولز ولا بروسيس، ومش هنبدأ أجايل مقابل ووتر فيل. النهاردة إحنا بنحط الأساس الصح. طيب إيه اللي بنقدمه في الكورس ده؟ الكورس ده اسمه PMP Certification Training، ومبني بالكامل على البيم بوك جايد الإصدار الثامن، يعني أحدث إصدار من PMI، أحدث ثينكينج موديل في البروجكت مانجمنت. مش حفظ ومش جداول، لكنه تفكير وطريقة اتخاذ قرار. يعني إيه بيم بوك 8؟ بيم بوك 8 مش كتاب بتاع بروسيس وخلاص. بيم بوك 8 هو عبارة عن way of thinking. PMI نقلتنا من البروسيس بيزد ثينكينج للبرنسبلز بيزد زائد البرفورمانس بيزد ثينكينج. يعني مش بس ايه الخطوة اللي جاية، لكن ليه الخطوة دي وهتخلق فاليو ولا لا. طيب ايه هو هدف الكورس ده؟ الكورس ده متصمم علشان هدفين في نفس الوقت. اول هدف انك تنجح في البي ام بي اكزام 2026 لو انت نيو كانديديت او لسه نوت سيرتيفايد. تاني هدف إنك تبقى بروجكت مانجر شاطر في الحقيقة وعلى علم بأحدث إصدارات PMI ومطلع عليها لو أنت سيرتيفايد. مش هدف من دول على حساب التاني، لكن الهدفين بإذن الله. طيب ليه 20 سيشن ديليفري موديل؟ علشان إحنا مش ماشيين عشوائي، إحنا ماشيين بموديل واضح. ال20 سيشن متقسمين علشان ما نغرقش في التفاصيل بدري وما نطلعش من غير صورة كاملة. كل سيشن ليه هدف واضح. خد بالك ان بيم بوك جايد مش هو الاكزام بلو برنت. بيم بوك هو جايدنس زائد برنسبلز، انما البي ام بي اكزام اللي هو الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين الاي سي او. وعلشان كده احنا هنشرح بيم بوك 8 بس دايما بعقليه الامتحان البي ام بي مايند سيت، ودي نقطه ناس كتير بتغلط فيها. لو دخلت في سيشن عن السكيدول او ريسك من غير ما تفهم البي ام بوك 8 الاول، هتحس ان الدنيا ملخبطه. عشان كده الفيديو ده مهم قبل اي حاجه. الفيديو ده بيظبط المفاهيم وبيشيل الكونفيوجن وبيحطك على السكه الصح من اول. How this BIM book 8 course is structured. قبل ما نغوص في اي برنسبل او دومين، خلينا اوريك احنا ماشيين ازاي في الكورس ده. BIM book 8 مش كتاب بيتشرح صفحه بصفحه، وبي ام بي مش امتحان بيتحفظ، فلازم يبقى فيه ستراكشر واضح نمشي عليه من الاول. اول حاجه فيز 1، وده البيم بوك 8 مايند سيت اند ستراكشر، وده اول فيز عندنا، وده اسمها بيم بوك 8 مايند سيت اند ستراكشر. والمرحله دي بنفهم فيها يعني ايه بيم بوك 8، وليه بي ام اي غير طريقه التفكير، والفرق بين البيم بوك جايد وبين البي ام بي اكزام اللي هو الاي سي او. ودي اهم فيز في الكورس كله، لان لو عقليتك اتظبطت هنا باقي الكورس هيبقى لوجيكال ومترابط. هنا بنبني البي ام اي مايند سيت، البرنسبلز بيزد ثينكينج، مش تولز ولا بروسيس. تاني فيز هتبقى الكور برنسبلز. بعد ما نفهم الاطار العام ندخل على قلب البيم بوك 8، وهنا بنشرح الستة كور برنسبلز زي الفوكس اون فاليو والبي ان اكاونتبل ليدر والادوبت ا هوليستيك فيو الى اخره. والنقطة المهمة ان البرنسبلز دي مش نظرية، دي طريقة تفكير. البي ام بي اكزام بيختبر هل انت فاهم المبدأ ولا بس حافظ الديفينيشن. فيز 3 هتكون عن البرفورمانس دومينز، ودي بعد البرنسبلز هنروح مباشرة للبرفورمانس دومينز. ودول 7 برفورمانس دومينز، مش خطوات مش سيكونس، لكن اريا لازم يكون فيها برفورمانس زي governance ستيك هولدر سكوب سكيدول كوست ريسورسز وريسك. البي ام اي هنا بيقول لك مش مهم عملت ايه الاول، المهم النتيجه في كل دومين. وده تفكير جديد عن بيم بوك 7 و6. فيز 4 الميثودز اند تولرينج. ونيجي بقى للسؤال اللي الناس كلها بتسأله: اجايل ولا ووتر فيل، بريدكتيف ولا هايبرد؟ الاجابه في بيم بوك 8 انها it depends، يعني على حسب. المرحله دي بنفهم فيها البريدكتيف ابروتش والاجايل ابروتش والهايبرد ابروتش، وازاي نعمل تولرينج. مش كل مشروع اجايل ومش كل مشروع ووتر فيل. فيز 5 هتكون عن البي ام بي اكزام ماستري، ودي اخر فيز، مش هتكون شرح،
هتكون تدريب على التفكير، وهنعمل فيها integrated case studies PMP style scenarios وإكزام strategy وتايم مانجمنت، وبنربط البرنسبلز بالدومينز بالميثودز كلهم مع بعض زي الامتحان الحقيقي. الفيزز دي مش منفصلة عن بعضها. بيمبوك 8 integrated iterative holistic يعني شامل، يعني وانت بتجاوب سؤال سكيدول لازم تفكر في البيبل والريسك والفاليو والجفرنس مش الدومين لوحده. دلوقتي انت فاهم الاستراكشر بتاع الكورس، وده يخليك مطمن واحنا ماشيين. الكورس ده ان شاء الله فيز 1 هتكون عن الفاونديشنز اند بي ام اي مايند سيت. بعد ما فهمنا الاستراكشر بتاع الكورس كله، خلينا ندي مقدمة هنعمل ايه في فيز 1 بجد. المرحلة دي اسمها Foundation and PMI Mindset، ودي أخطر وأهم مرحلة في الكورس كله. من خلالها هنغطي فيز 1، واللي هتكون مكونة من سيشن 1 لحد 3. والسيشنز دول مش شرح التولز ومش جداول ومش فورمولاز، دول سيشنز بيظبطوا طريقة تفكيرك كبي ام بي كانديديت. طب ليه البي ام اي مهتمة بالمايند سيت؟ اغلب الناس اللي بتسقط في البي ام بي مش علشان مش فاهمة الكونتنت، لكن علشان بتفكر بعقلية مختلفة عن البي ام اي. البي ام اي في بيمبوك 8 بيركز على why projects succeed or fail، ليه المشروعات بتنجح او بتفشل. الفاليو اوفر deliverables، ايه القيمة بتاعة الديليفربلز اللي احنا سلمناها. البيبل بيفور بروسيسز، الناس قبل العمليات. الجفرنس مش المايكرو مانجمنت، يعني مش الدخول في التفاصيل. ولو العقلية دي مش واضحة من الأول، أي سيشن بعد كده هيبقى فيه confusion. طب what changed in project management؟ في فيز 1 احنا هنفهم التحول الكبير اللي حصل في البروجكت مانجمنت من التراديشنال بروجكت مانجمنت والبروسيس هيفي ثينكينج إلى البرنسبل بيزد ابروتش والبرفورمانس بيزد ثينكينج، وده جوهر البيم بوك جايد الإصدار الثاني. هنعرف كمان الفرق بين بيم بوك وبي ام بي اكزام. بنفهم فرق مهم ناس كتير بتتلخبط فيه. البيم بوك جايد ده عبارة عن جايدنس وبرنسبل وفريم ورك، انما البي ام بي اكزام اللي هو الاي سي او ده عبارة عن measures how you think in scenarios. يعني مش هيجي يقول لك عرف لي بروسيس، هيجي يقول لك تعمل ايه في موقف معقد. طيب فيز 1 مش اكزام بريبريشن بس، خد بالك فيز 1 مش بس عشان الامتحان. المرحلة دي بتدخلك عقلية البي ام اي، وبتخليك تفهم المشاريع بشكل مختلف، وبتخليك بروجكت مانجر احسن في الشغل الحقيقي. وده اللي البي ام اي بتسميه globally recognized standard of excellence. طب ايه اللي هيحصل بعد فيز 1؟ بعد ما نخلص فيز 1 هتبقى جاهز تدخل على بيم بوك 8 بعمق، الكور برنسبلز والبرفورمانس دومينز والتيلرنج والاكزام سيناريوز، من غير لخبطه ومن غير حفظ اعمى. في فيز 1 احنا بنبني الاساس، والاساس ده لو مظبوط المبنى كله هيبقى مظبوط. خلينا اوضح نقطه مهمه جدا قبل ما نكمل، ان الفيديو ده مش شرح لسيشن واحد، والكلام اللي جاي مش محتوى تعليمي، ده شرح احنا هنتكلم عن ايه في سيشن واحد لما نبدا الكورس فعليا. يعني ده اوفر فيو مش ليكتشر. احنا فين دلوقتي في الكورس؟ احنا دلوقتي في فيز 1 الفاونديشنز اند بي ام اي مايند سيت، وسيشن واحد هي هتكون اول سيشن في المرحله دي، ومهمتها مش تدخل في تفاصيل، مهمتها تحطك في الكونتكست الصح قبل اي شرح تقني. هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه البروجكتس مقابل الاوبريشن. في سيشن واحد اول حاجه هنوضحها هي الفرق بين البروجكت وبين الاوبريشن، مش حفظ تعريف، لكن البي ام اي بتفرق بينهم، وليه الامتحان دايما بيبني أسئلته على الفرق ده. وده بيساعدك تفهم طبيعة الشغل اللي البي ام اي بتتكلم عنه، وتفهم الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. طيب why projects fail من منظور البي ام اي، يعني ليه المشروعات بتفشل من وجهة نظر البي ام اي. وده في سيشن واحد هنجاوب على السؤال ده. ليه مشاريع كتير بتفشل أو بتنجح جزئيا رغم إن الخطة شكلها صح؟ هنا مش بنحل مشاكل، لكن بنفهم البي ام اي way of thinking، يعني طريقة تفكير البي ام اي ايه، وليه بيم بوك 8 ركز على البيبل والفاليو والجفرنانس. بعد كده هنتكلم عن البي ام اي والبي ام بي اليجابيليتي بصورة عامة. سيشن واحد كمان هتديك الصورة الكبيرة عن البي ام اي والبي ام بي، يعني مين البي ام اي
والبي ام بي شهاده عامله ازاي، والامتحان بيقيس ايه بشكل عام، من غير تفاصيل الاجابيليتي ولا شروط. دي هتيجي في سيشن منفصله لوحدها. طيب بعد كده هنشوف why بيمبوك 8 changed the game. ليه الإصدار ده مختلف؟ بنشرح ليه البي ام اي غيرت البيمبوك. مش هنشرح بيمبوك 8 نفسه هنا، لكن الإصدار ده مختلف. ليه مش زي بيمبوك 6؟ وليه بي ام اي نقلت من بروسيس بيزد وراحت ليه برنسبلز بيزد ثينكينج؟ علشان لما نبدأ الكورس ما تبقاش متفاجئ. سيشن واحد بتعمل ايه بالظبط؟ سيشن واحد مش بتعلمك ادوات. سيشن واحد بتظبط تفكيرك، بتخليك فاهم هو انت داخل على ايه، فاهم بي ام اي بتفكر ازاي، جاهز تدخل الكورس وانت مطمن. خلينا نكمل اوفر فيو عن فيز 1، ولسه برضو ما دخلناش في شرح الكورس. الفيديو ده مش شرح لبين بوك 6، ومش مقارنة تفصيلية، ومش حفظ فروق. ده بس بنشرح احنا ليه عاملين سيشن مخصوص اسمها Evolution of Pinbook 6 و7 و8، وليه سيشن كاملة عن الايفوليوشن. ناس كتير بتدخل بي ام بي وهي تايهة، حد دارس بين بوك 6، وحد سمع عن بين بوك 7، وحد داخل على بين بوك 8، وكل واحد فيه فاهم الدنيا بشكل مختلف. سيشن 2 معمول علشان تشيل اللخبطة وتخليك فاهم بي ام اي كانت بتفكر ازاي وليه غيرت. طيب ذا جيرني هنتكلم عن ايه؟ في سيشن 2 هنعمل رحلة سريعة عبر اصدارات البين بوك، مش شرح كتب. لكن بين بوك 6 كان بيركز على النولج اريا والبروسيس، وبين بوك 7 كان بيركز على البرنسبلز والبرفورمانس دومينز. بين بوك 8 رجع البروسيس تاني بس بشكل غير الزامي، نون برسبكتيف. وده فرق جوهري لازم يتفهم بشكل صحيح. الكونسبشال شيفت او الفكرة الاساسية إن سيشن 2 مش عن إيه اتشال وإيه رجع. سيشن 2 عن طريقة تفكير البي ام اي، ليه بي ام اي بطلت تحب الحفظ، وليه بتركز دلوقتي على الديسيشن ميكنج والكونتكست والفاليو، وده اللي الامتحان بيقيسه. طب الكي انسايتس ليه سيشن 2 دي مهمة للامتحان؟ أهم رسالة في سيشن 2 إن البين بوك 8 هو ستاندرد، والبي ام بي اكزام اللي هو الاي سي او. يعني الامتحان مش بيقيس انك حافظ بين بوك 8، الامتحان بيقيس انك فاهم عقلية البي ام اي. واللي ما بيفهمش النقطة دي بيحفظ كتير وبيغلط كتير. سيشن 2 بتخدم على حاجة على ايه في الكورس؟ سيشن 2 بتعمل ريست، ريست لطريقة تفكيرك، ريست لتوقعاتك من البين بوك، ريست لطريقة مذاكرتك للبي ام بي، علشان لما نبدأ برنسبلز وبرفورمانس دومين وتيلرينج ما تبقاش مستغرب ولا متلخبط. سيشن 3 هيكون عن بي ام بي اكزام دومينز مقابل بين بوك 8 ان شاء الله. وبين بوك 8 انكور الاينمنت نوت برسنتج. يعني خلينا قبل ما نبدأ الكورس فعليا لازم نقف هنا وقفة مهمة. سيشن 3 ده من أخطر السيشنز في فيز 1، مش لأنها صعبة، لكن لأنها بتشيل أكبر لخبطة عند أي حد داخل بي ام بي. والفيديو ده هيوضح مش شرح الدومينز، ده شرح إحنا ليه محتاجين نفهم العلاقة بينهم وبين بين بوك 8 الأول. المشكلة اللي سيشن 3 جاية تحلها إن ناس كتير بتدخل بي ام بي وهي فاكرة إن البين بوك هو الامتحان، وده غلط. سيشن 3 معمولة علشان تفصل رسميا بين البيم بوك جايد وبين البي ام بي اكزام فريم ورك، وتفهمك ان العلاقه بينهم alignment مش percentage ولا copy paste. البي ام بي اكزام دومينز دي نظره عامه مش شرح. في سيشن 3 هنتكلم بشكل عام عن الثلاثه دومينز في الامتحان، البيبل دومين والبروسيس دومين والبيزنس انفايرمنت. مش هنشرحهم هنا، لكن هنفهم كل دومين بيمثل ايه، وليه البي ام اي قسمت الامتحان كده، وازاي الدومينز دي بتمثل الواقع العملي. بين بوك 8 بقى فين؟ السؤال اللي دايما بيتسأل، بين بوك 8 فين من الكلام ده؟ سيشن 3 بتوضح ان بين بوك 8 فيه برنسبلز وبرفورمانس دومينز، ويعني بروسيس جايدنس مش إلزامية، لكن ولا واحدة من دول هي الاكزام بلو برنت. الجملة المحورية في سيشن 3، ودي أهم جملة في فيز 1 كلها، إن بين بوك جايد بروفايد جايدنس اند برنسبلز. البين بوك exam content and weighting are defined exclusively by PMI examination. الكونتنت outlines ال SEO. الجملة دي بتحميك من المذاكرة غلط، وبتظبط طريقة تفكيرك في الامتحان،
وبتخليك تفهم ليه بنذاكر بطريقة معينة بعد كده. طيب البي ام او والاي اي والسستينابيلتي ليه اتذكروا هنا؟ ناس كتير بتسأل هو البي ام او ولا الاي اي ولا السستينابيلتي دول فين من الامتحان؟ سيشن 3 بتوضح ان الحاجات دي مش دومينز لوحدها ومش شابترز مستقلة، لكنها بتظهر ككونتكست او في سياق جوه سيناريوز. يعني سؤال بيبول بس فيه جفرنانس او اي اي ديسيشن سبورت او سستينابيلتي امباكت، وده تفكير البي ام اي الحقيقي. سيشن 3 دورها في الكورس إنها بتقفل فيز 1، بعدها بتكون فاهم أنت بتذاكر إيه وبتذاكره ليه والامتحان بيفكر إزاي، ومن غير سيشن 3 أي شرح بعد كده بيبقى فيه لخبطة. فيز 2 The 6 Core Principles. بعد ما خلصنا فيز 1 وبقينا فاهمين إحنا داخلين على إيه، هنبدأ دلوقتي أهم مرحلة في الكورس كله. المرحلة دي اسمها فيز 2 ال 6 Core Principles، ودي النقطة اللي بين بوك 8 بيبدأ فيها فعليا. فيز 2 يعني ايه؟ فيز 2 مش شرح ميثودولوجي ومش اجايل ومش ووتر فيل. فيز 2 بتشرح البي ام اي بتفكر ازاي، وازاي البروجكت مانجر المفروض يفكر ويقرر ويتصرف بغض النظر عن نوع المشروع. يعني ايه برنسبلز؟ خليك فاكر حاجة مهمة جدا، البرنسبلز مش رولز ومش تشيك ليستس ومش خطوات تمشي عليها واحدة واحدة. البرنسبلز هي guiding beliefs بتوجه قراراتك في أي سيناريو، وده السبب إن الامتحان بقى سيتويشنال وما بقاش حفظ. طب ليه البي ام اي حطت فيس كاملة للبرنسبل؟ البي ام اي اكتشفت إن المشاريع بتنجح أو بتفشل مش بسبب تول، لكن بسبب قرارات غلط أو ليدرشيب ضعيفة أو فاليو مش واضحة. علشان كده بين بوك 8 قال قبل ما نتكلم عن السكيدول أو الريسك لازم نفهم إزاي البروجكت مانجر بيفكر. من سيشن 4 ل 9 فيز 2 مكونة من 4 سيشنز، كل سيشن هيتكلم عن برنسبل واحد ويتشرح لوحده وبنطبقه على اكزام سيناريوز وريال بروجكتس. لكن مش دلوقتي بس بنفهم ليه المرحلة دي موجودة. علاقة فيز 2 بالامتحان، لو انت فاهم البرنسبل بشكل صحيح نص الامتحان بقى سهل. ليه؟ لأن أغلب أسئلة البي ام بي مش بتسألك تعمل إيه تقنيا، لكن كبروجكت مانجر ناضج تتصرف إزاي، وده بالظبط اللي فيز 2 بتبنيه. نقطة مهمة جدا، ما تحاولش تحفظ برنسبلز، الهدف تفهمها وتعيشها وتربطها بالواقع، علشان لما تشوف سؤال مش تسأل ده تبع أنهي شابتر، لكن البي ام اي هتتوقع مني إيه. سيشن 4 هيكون عن برنسبل رقم 1 اللي هو Adopt a Holistic View، ومن هنا بقى نقدر نقول إن إحنا هندخل في الكورس بجد. فيز 1 خلصت وفهمنا البيم بوك 8 الفرق بينه وبين الامتحان وعالية البي ام اي. دلوقتي هنبدأ، أو ساعتها في سيشن 4 هنبدأ في فيز 2 الكور برنسبلز، وأول برنسبل هيكون معانا هو الأدوبت أ هوليستيك فيو. يعني إيه هوليستيك فيو؟ هوليستيك فيو يعني تبص على المشروع مش لوحده. البي ام اي بتقول إن البروجكت does not exist in isolation. المشروع دايما جزء من organization أو استراتيجي أو programs أو بورتفوليو أو operations. فالبروجكت مانجر الشاطر ما بيبصش على التاسك ولا السكيدول بس، لكن بيبص على الصورة الكبيرة، البيج بيكتشر. طيب سيستم ثينكينج مفهوم محوري. هنا بقى بيدخل مفهوم اسمه السيستم ثينكينج. يعني ايه؟ يعني اي قرار تاخده في البروجكت هيأثر على البادجت والريسورسز والاذر بروجكتس والبيزنس بريوريتيز. يعني مفيش قرار ايزوليتد، وده تفكير البي ام اي الاساسي في البيم بوك 8. الليفلز اوف ثينكينج من تحت لفوق. بروجكت ليفل، نبدا من البروجكت ليفل. بروجكت واحد اوبجكتيفز واضحه، كونسترينز زي السكوب والتايم والكوست، وده المستوى اللي اغلب الناس واقفه عنده. لكن بي ام اي بتقول ده مش كفايه، لازم تاني حاجة البروجرام ليفل. بعد كده البروجرام ليفل اللي هو related projects والmanaged together، علشان البنفيتس تتحقق والديبندنس تتظبط. هنا البروجكت مانجر لازم يفهم ان البروجكت بتاعه جزء من حاجة أكبر. بعد كده عندنا البورتفوليو ليفل، ودي الصورة الأكبر، بيجمع بروجرامز وبروجكتس علشان الاستراتيجيك اوبجكتيفز. يعني مش كل بروجكت مهم بالنسبة بنفس الدرجة، وده سبب أسئلة البي ام بي اللي بتقول لك بروجكت اتلغى رغم إنه شغال كويس.
طيب النقطة الحساسة بقى البي ام او انتجريشن، وهنا بنجاوب على سؤال ناس كتير بتسأله، هو البي ام او فين في بيمبوك 8؟ الإجابة إن بي ام او مش شابتر لوحده، بي ام او مش ديبارتمنت إداري، بي ام او هو جفرنانس انابلر. بي ام او بيوحد الستاندرز، بينظم البريوريتيز، بيدير الريسورسز، وبيضمن الاستراتيجي انها تكون ان انت الاينمنت مع الاستراتيجي. علشان كده البي ام او is positioned here not as a separate chapter، مش موجود لوحده كشابتر، ولكنه موجود معانا هنا في البرنسبل بتاع الادوبت هوليستيك فيو، النظره الشامله، علشان الجفرنانس اللي هو مسؤول عنه. طب ليه البرنسبل ده مهم في الامتحان؟ اغلب اسئله البي ام بي بتفشل فيها الناس ليه؟ لان السؤال مش بيسالك تعمل ايه تقنيا، بيسالك تاخد قرار يراعي البروجكت ولا الاورجنايزيشن. والاجابه الصحيحه غالبا انك تبقى الاينمنت وجفرنانس واستراتيجيك فيو، مش اسرع حل ولا اسهل حل. البي ام اي مايند سيت في برنسبل 1 ان بتفكر كده ان البروجكت مانجر هو ليدر، والليدر سيستم ثينكر، والسيستم ثينكر بيفهم الامباكت بتاع قراره، مش اخلص التاسك وخلاص. في سيشن 4 هنكون اتكلمنا عن الهوليستيك فيو، ده البرنسبل الاولاني، وان المشروع جزء من سيستم اكبر. في سيشن 5 هنسال سؤال اخطر، المشروع ده معمول ليه اصلا؟ والاجابه في بين بوك 8 واضحه، الفاليو. يعني ايه فاليو في بين بوك 8؟ وده البرنسبل رقم 2، فوكس اون فاليو. نرجع تاني نسال يعني ايه فاليو؟ فاليو مش معناها اننا سلمنا الديليفربل. بي ام اي بتفرق بين 3 حاجات مهمين جدا، الاوتبوتس والاوتكمز والبنفيتس. لو البروجكت مانجر وقف عند اول واحده بس، يبقى هو سلم شغل بس ما خلقش قيمه. الاوتبوت وات وي بيلد، الاوتبوت هي الحاجه اللي بنسلمها زي السيستم والريبورت والفاسيلتي والابلكيشن. دي حاجات تانجبل، حاجات ملموسه، ايزي تو ميجر وتقدر تقيسها، وغالبا الناس بتفتكر ان دي النهايه، بس اللي بي ام اي بتقول لك دي مجرد بدايه. outcomes what change، الاوتكمز هي اللي بتحصل بعد ما نستخدم الاوتبوت، يعني الكابابيلتي بقت جديده، بيهيفير اتغير، بروسيس اتحسن. مثال سوفت وير اتسلم، الناس اشتغلت اسرع، اخطاء اقل، هو ده الاوتكم. تالت حاجه البينيفيتس، الريال فاليو ريلايزد. البينيفيتس بقى هي القيمه الحقيقيه زي الكوست ريدكشن او الريفينيو انكريز او الكاستمر ساتسفاكشن او الاستراتيجيك ادفانتج، ودي بتحصل غالبا بعد البروجكت كلوجر، ممكن بعد شهور او حتى سنين. الفاليو لايف سايكل مفهوم مهم جدا، البي ام اي بتقول ان الفاليو لايف سايكل اطول من البروجكت لايف سايكل، يعني البروجكت بيخلص لكن الفاليو لسه بتتحقق، وعلشان كده البورتفوليو والبي ام او بيكملوا متابعه، البنفيتس رياليزيشن والالاينمنت مع الاستراتيجي. وده موضح رسميا في ممارسات البي ام اي الخاصه بتحقيق الايه البنفيتس او المنافع. قرارات صعبة بتساوي قيادة قائمة على القيمة. فوكس اون فاليو مش دايما قرار مريح، أحيانا البروجكت شغال كويس تقنيا بس الماركت اتغير أو الاستراتيجي اتغيرت، البنفيتس مش هتتحقق، وساعتها stopping or pivoting the project. وده مش فشل، ده value focused leadership. وده من أكتر الحاجات اللي بي ام اي بتحبها واتكلمت عنها بشكل جديد في الإصدار الأخير. البرنسبل ده بيظهر ازاي في الامتحان؟ اسئله البي ام بي كتير جدا مبنيه على برنسبل اللي هو بتاع الفوكس اون فاليو، وبتجي لك اسئله زي البروجكت ناجح بس البيزنس مش مستفيد، الستيك هولدر مبسوطين بس الاستراتيجي اتغيرت، الكوست زاد بس الفاليو اعلى. والاختيار الصح دايما مش اسرع حل، مش ارخص حل، لكن الحل اللي بيحقق فاليو على المدى الطويل. البي ام اي مايند سيت في البرنسبل رقم 2 ان هي بتفكر ان البروجكت مانجر هنا هو عباره عن فاليو كرييتور مش ديليفرابل ماشين، يعني مش بس تخلص الشغل، لا تتاكد ان الشغل ده ليه معنى. في سيشن 5 هنكون اتكلمنا عن برنسبل 2 الفوكس اون فاليو، وان المشروع مش علشان نسلم حاجه وخلاص. النهارده هنكمل، او في سيشن 6 هنكمل نفس الفكره بس من زاويه مختلفه، الكواليتي او الجوده. بين بوك 6 بيقول جملة مهمة جدا، quality is not inspected in, it is built in. وده البرنسبل رقم 3 اللي هو الامبيد كواليتي.
يعني إيه Embed Quality؟ Embed Quality يعني الجودة مش مرحلة في آخر المشروع، مش نخلص الشغل وبعدين نكشف أو نعمل inspection وبعدين نصلح، لكن نمنع العيب من الأساس، وده فرق ضخم في طريقة التفكير. التفكير القديم مقابل التفكير الجديد. التفكير القديم كان كده، نشتغل بسرعة، نطلع ديفكتس، نصلح، نعيد. بيمبوك 8 بيقول لك ده ويست، تضييع وإهدار. التفكير الجديد الكواليتي من أول ديزاين، ماتيريال، تيم سكيلز، ستاندرد. هنا continuous improvement، يعني جوهر البرنسبل 3 إن الإمبيد كواليتي مرتبط مباشرة بمفهوم الكونتينوس امبروفمنت أو التحسين المستمر. يعني الجودة مش ستاتيك، بتتحسن مع الوقت سواء باستخدام البلان دو تشيك اكت أو الريتروسبكتيف أو الليسنز ليرند، وده بيحصل طول البروجكت لايف سايكل مش في الآخر بس. الإمبيد كواليتي حسب طريقة التنفيذ، يا إما بريدكتيف كواليتي. في المشاريع البريدكتيف الجودة بتكون مبنية في الخطة زي الكواليتي بلاننج والكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول والكواليتي جيتس، وريفيوز عند مايلستونز، يعني مش نستنى آخر المشروع عشان نراجع. الأجايل كواليتي، في الأجايل الجودة جزء من كل سبرنت من خلال الديفينيشن اوف دان، الاكسبتنس كرايتيريا، البير بروجرامينج، التست دريفن ديفلوبمنت، والكونتينوس انتجريشن. يعني مفيش حاجه اسمها نكمل وبعدين نشوف الجوده. في الهايبريد كواليتي البي ام اي بتسيبك تيلور، يعني بلاننج قوي في اجزاء وفاليديشن ايتريتيف في اجزاء تانية. الكواليتي ستاندردز بتتكيف حسب طبيعه كل كومبوننت في المشروع. ليه البرنسبل ده مهم في البي ام بي اكزام؟ اسئله كتير جدا في البي ام بي بتتلخبط فيها الناس، يجي لك يقول لك ديفكت ظهرت، كلاينت اشتكى، تيم بيصلح، والاختيار الصح غالبا improve the process to prevent recurrence. مش نصلح وبس ولا نلوم التيم. البي ام اي دايما برو اكتيف، بريفنتيف، continuous improvement. البي ام اي مايند سيت في البرنسبل رقم 3، البي ام اي بتفكر كده ان الكواليتي دي عباره عن كلتشر مش ديبارتمنت، مش انسبكشن تيم. البروجكت مانجر مسؤول عن البروسيس والانفايرمنت والستاندرد، مش بس التسليم. لو فهمت ان الكواليتي بتتبني من اول المشروع، كتير من مشاكل المشاريع هتختفي. في سيشن 7 هنتكلم عن البرنسبل الرابع اللي هو البي ان اكاونتبل ليدر، وده من اهم مبادئ بيمبوك 8، القياده والمسؤوليه. بي ام اي هنا مش بيتكلم عن المانجر لكن بيتكلم عن الليدر. يعني ايه accountable leader؟ الاكونتابيلتي يعني انك مسؤول مش بس عن اللي اتعمل لكن عن اللي ما اتعملش كمان. البروجكت مانجر في بيمبوك 8 مسؤول عن الديسيشنز، مسؤول عن الاوتكمز، مسؤول عن الامباكت على الستيك هولدرز، ومسؤول اخلاقيا عن المشروع كله، مش انا نفذت اللي اتقال لي. الليدرشيب اكونتابيلتي اول عنصر هنا هو الليدرشيب اكونتابيلتي، وده معناه تاخد الاونر شيب، ما ترميش الغلط على تيم ولا فيندور ولا كلاينت. البي ام اي بتشوف ان البروجكت مانجر هو السنجل بوينت اوف اكونتابيلتي، وده بيظهر جدا في اسئله البي ام بي. بعد كده الجفرنس ديسيشنز، القياده هنا كمان مرتبطه بالجفرنس، يعني تشتغل جوه الفريم وركس، تحترم الاسكليشن باث، وتعرف امتى تقرر وامتى تصعد وامتى تعارض الكونسترينز، مش كل حاجه تمشيها وخلاص. بعد كده الهيومن اوفر اي اي، نقطة حديثة جدا. بيمبوك 8 واضح جدا في النقطة دي. الاي اي بيساعد ويحلل ويتوقع ويدي ريكومنديشن، لكن الاي اي بروفايد انسايت نوت انسرز. القرار النهائي هيومن جادجمنت بتاع البروجكت مانجر، الليدر مسؤول. وده موقف البي ام اي الرسمي بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. الايثكس فيرست، قبل اي حاجة. مفيش leadership من غير ethics. البي ام اي كود اوف ethics مبني على responsibility والريسبكت والفيرنس والhonesty. والبروجكت مانجر حتى لو اي اي قال حاجه وحتى لو ستيك هولدر ضغط، لازم القرار يفضل اخلاقي قبل ما يكون سريع او مريح. البرنسبل ده بيظهر ازاي في البي ام بي اكزام؟ اسئله كتير بتيجي بالشكل ده. AI tool اقترح قرار، التيم وافق، المانجمنت ضغط، والسؤال كبروجكت مانجر تعمل ايه؟ الإجابة الصح دايما انك تحلل وتفكر وتتحمل المسؤولية وتاخد قرار أخلاقي ومتزن، مش تستخبى ورا تول ولا تقول السيستم قال كده.
طيب البي ام اي مايند سيت في البرنسبل الرابع ان البي ام اي بتفكر كده: الاثوريتي ممكن تتشارك، الريسبونسابيلتي لا. البروجكت مانجر هو ليدر واكاونتبل وايثيكال ديسيشن ميكر. لو فاهم ان القياده مسؤوليه مش منصب تبقى ماشي صح مع البي ام او. في سيشن 8 هنتكلم ان شاء الله عن البرنسبل رقم 5 اللي هو الانتجريت سستينابيلتي، والمبدأ ده من اكتر الحاجات الجديده والمهمه في بين بوك 8. السستينابيلتي هنا مش كلمه حلوه ولا ترند، دي مسؤوليه صريحه على البروجكت مانجر. البي ام اي بتقول بوضوح ان الانتجريتنج سستينابيلتي is not optional, it is a core principle. يعني ايه؟ يعني ايه sustainability في بيمبوك 8؟ sustainability مش بس environment. بيمبوك 8 بيعتمد اطار الاي سي، الاي اس جي، الانفيرومنتال سوشيال جوفرنانس، واي قرار في المشروع لازم يتبص عليه من الثلاث زوايا دول. اول حاجه الانفيرومنتال، البعد البيئي. environmental مش معناها شجر وخلاص، دي بتشمل الكربون فوت برينت والريسورس كونسامشن والويست مانجمنت والانفيرومنتال امباكت طول البروجكت لايف سايكل كله. يعني ديزاين تشويس وماتيريال سيلكشن وتكنولوجي كلهم ليهم اثر بيئي. تاني بعد السوشيال او البعد الاجتماعي. السوشيال بيركز على الناس زي الكوميونتي امباكت والليبر براكتس والدايفرستي اند انكلوجن والهيلث اند سيفتي والستيك هولدر ويل بينج. بي ام اي هنا بتربط نجاح المشروع بنجاحه للناس اللي حواليه. تالت حاجة الجفرنس أو الحوكمة. الجفرنس هنا بتيجي مكملة للي فات، بتشمل الإيثيكال ديسيشن ميكينج، الترانسبيرنسي، الأكاونتابيلتي، الكومبلينس with laws and standards. يعني مش كل قرار ينفع يتاخد حتى لو موفر فلوس. اللايف سايكل كوست ثينكينج مفهوم محوري. من أهم أفكار البرنسبل ده حاجة اسمها اللايف سايكل كوست ثينكينج. يعني مش بنبص على الانيشال بادجت بس، لكن الاوبريتنج كوست والمينتنس والديكوميشننج والانفيرومنتال ريميديشن. البي ام اي بتقول ان الترو بروجكت سكسس كونسيدرز لونج تيرم امباكت نوت شورت تيرم سيفنج. السستينابيلتي في قرارات المشروع اليومية. المبدأ ده مش نظري، ده بيظهر في الفيندور سيلكشن والتكنولوجي تشويسز والكونتراكت استراتيجي والستيك هولدر انجيجمنت. واحيانا قرار اغلى شويه دلوقتي احسن للمشروع على المدى الطويل. طيب السستينابيلتي في البي ام بي اكزام. في الامتحان السستينابيلتي مش هتيجي كسؤال مباشر، لكن هتظهر ككونتكست، كعامل مؤثر في ديسيشن ميكنج. والاختيار الصح غالبا بيكون بالانسد وايثيكال ولونج تيرم اورينتد، مش اسرع ولا ارخص حل. البي ام اي مايند سيت في برنسبل 5 بتفكر كده ان البروجكت مانجر هو الريسبونسبل ليدر، والديسيشنز لازم تحقق فاليو وتحترم البيبل وتحافظ على الانفايرمنت وتلتزم بالجفرنس، وده جوهر السستينابيلتي. لو فهمت ان السستينابيلتي جزء من القرار مش اضافه عليه تبقى ماشي صح. في ستيفن 9 هيبقى برنسبل 6 build an empowered culture، وده هيكون آخر برنسبل في فيز 2. ومش صدفة إن البي ام اي ختمت بيه بعد الهوليستيك فيو والفوكس اون فاليو والامبيد كواليتي والاكونتبل ليدرشيب والسستينابيلتي. البي ام اي بتقول ولا برنسبل من دول هيشتغل لوحده من غير كلتشر يكون صح. يعني ايه empowered culture؟ empowerment مش معناها نسيب الدنيا سايبة. بيمبوك 8 واضح: empowerment لا تساوي no accountability. الامباورد كلتشر يعني تيم عنده صلاحيات بس جوه اطار واضح، وكل واحد فاهم هو مسؤول عن ايه. وده فرق كبير جدا بين الكيوس او الفوضى والامباورمنت اللي هي التمكين. عندنا سايكولوجيكال سيفتي نقطة محورية. أهم كلمة في البرنسبل ده هي السايكولوجيكال سيفتي. يعني إيه؟ يعني تيم ممبر يقدر يتكلم، يسأل، يعترف بغلطه ويختلف في الرأي من غير خوف أو إحراج أو عقاب. البي ام اي بتقول إن الفرق بين التيم العادي والتيم الشاطر هو السايكولوجيكال سيفتي أو الأمان النفسي. Distributed and Hybrid Teams. النهارده معظم المشاريع بقت ريموت أو هايبرد، وده بيغير دور البروجكت مانجر تماما. مش هراقب مين قاعد ولا مين فاتح الكاميرا، لكن فوكس اون ريزلتس والكوميونيكيشن واضحه والاسynchronous كولابوريشن والانكلوسيف براكتس. البي ام اي هنا بتقول ان البريزنس مش مقياس اداء. تراست بيزد ليدرشيب.
الامباورد كلتشر محتاجه تراست. بي ام اي بتشجع السيرفنت ليدرشيب بدل الكوماند اند كنترول، يعني تدي التيم اوثوريتي حسب خبرتهم وحسب السياق، وده بيخلق اونر شيب وانجيجمنت واكونتبيلتي حقيقيه. الانوفيشن كلتشر اخر عنصر في البرنسبل ده هيكون الانوفيشن. الانوفيشن مش افكار حلوه وخلاص، الانوفيشن محتاج اكسبيرمنتيشن وليرنينج فروم فيلير وكونتينوس امبروفمنت. البي ام اي بتقول ان التيم مش هيجرب جديد لو خايف. علشان كده السايكولوجيكال سيفتي هنا بيساوي الانوفيشن. البرنسبل ده في البي ام بي اكزام، اسئله البي ام بي كتير بتيجي بالشكل ده: تيم متردد او ساكت او خايف يغلط، والسؤال كبروجكت مانجر تعمل ايه؟ الاجابه الصح غالبا انك تمبروف الانفايرمنت وانكارج السبيكينج اب وبيلد التراست وامباور التيم، مش انك تايت كنترول ولا مايكرو مانجمنت. البي ام اي مايند سيت برنسبل 6 بتفكر كده: ان الهاي بيرفورمانس بيساوي السيف انفايرمنت، وان السيف انفايرمنت بيساوي تراست، وان التراست بيساوي امباورد كلتشر، وان البروجكت مانجر مش بوس، ده ليدر بيبني بيئه. كده في السيشن ده هنكون خلصنا الفيز 2 كور برنسبلز السته، مش حفظ ولا دول طريقة تفكير واحدة متكاملة، ولو استوعبتهم الامتحان هيبقى أوضح والشغل الحقيقي هيبقى أسهل. بعد ما هنخلص فيز 2 وال6 كور برنسبلز هنخش على مرحلة مختلفة تماما. المرحلة دي اسمها فيز 3 البرفورمانس دومينز. وهنا بي ام اي بيبدأ يقول لك تمام انت فهمت المبادئ، طب دلوقتي وريني الأداء. يعني ايه بيرفورمانس دومينز؟ البرفورمانس دومينز مش بروسيسز ومش ستيبس. البي ام اي بتعرفها ان هي ارياز لازم يكون فيها بيرفورمانس حقيقي. مش مهم عملت ايه الاول، المهم هل النتيجه المطلوبه اتحققت ولا لا. وده فرق جوهري عن البيم بوك 6. ايه الفرق بين الدومينز وبين البروسيسز؟ زمان كنا بنسال اعمل ايه، دلوقتي البي ام اي بتسال النتيجه فين. البروسيس بتساوي هاو، انما البرفورمانس دومينز بتساوي وات ماست بي اتشيفد. بين بوك 8 ركز على الاوتكم اوفر الاكتيفيتيز. طيب الفيز 3 مكونه من 7 سيشنز من 10 لحد 16، وهم عدد السبعه بيرفورمانس دومينز اللي موجودين معانا طبقا للبين بوك الاصدار الثاني. كل سيشن هيبقى دومين واحد بنفهم معناه ايه، ليه مهم، ازاي بيشتغل مع باقي الدومينز. لكن مش في الفيديو ده اوفر فيو بس. الدومينز مترابطه مش منفصله. اهم حاجه تفهمها في فيس 3 ان مفيش دومين لوحده، يعني ضعف في دومين واحد ممكن يبوظ المشروع كله. مثال: لو عندك السكيدول شغال والكوست مظبوط بس الستيك هولدرز مش متفقين، النتيجه ان البروجكت في خطر. علاقة فيز 3 بالبي ام بي اكزام ان فيز 3 هي اكتر فيز الامتحان بيحبها. ليه؟ لان اسئلة البي ام بي سيناريو بيزد، السؤال دايما فيه بيبل وفيه بروسيس وفيه بزنس كونتكست، والبرفورمانس دومينز بتخليك تشوف السيناريو بصورة متكاملة. البي ام اي مايند سيت في فيز 3 بتفكر كده ان البروجكت مانجر مش بيشتغل في صومعه، كل قرار ليه امباكت على اكتر من دومين. علشان كده الصح مش دايما اكتر اختيار منطقي فنيا او تقنيا، الصح هو الاكثر توازنا. فيز 3 هي الجسر بين التفكير والتنفيذ. في سيشن 10 هنشرح الجفرنس بيرفورمانس دومين، وسيشن 10 هو بوابة الفيس 3. ومن غير جفرنس مظبوطة ولا سكيد ولا هيمشي ولا كوست هيتظبط ولا ريسك هيتدار بشكل صحيح. طيب يعني ايه جفرنس بيرفورمانس دومين؟ جفرنس هنا مش بيروقراسي. الجفرنس معناها الديسيشن ميكنج فريم ورك، الاكونتابيلتي، الاوفر سايت، يعني مين يقرر وامتى وفي حدود ايه. البي ام اي بتركز على الكلاريتي قبل الكنترول. النقطة المحورية هو فين البي ام او. نقفل لخبطه كبيره مره واحده: البي ام او مش شابتر لوحده، البي ام او مش ادمن اوفيس، البي ام او هو جفرنس انابلر، وبيعيش رسميا في الجفرنس بيرفورمانس دومين، وده موقف البي ام اي الصريح في الاصدار الثاني. اول حاجه عندنا في الجفرنس بيرفورمانس دومين هي الديسيشن اوثوريتي. اول عنصر هو الديسيشن اوثوريتي، يعني مين له حق القرار، والقرار ده على اي ليفل، وايه اللي البروجكت مانجر يقرره، وايه لازم يتصعب.
البي ام اي دايما بتحب الاثوريتي aligned with accountability، يعني ما تديش حد سلطه من غير مسؤوليه واضحه. تاني حاجه الاسكليشن باث، مش كل مشكله تتحل عند البروجكت مانجر. الاسكليشن باث لازم يكون structured ونون وتايملي، يعني يكون في structure ليه organization ومعروف ومؤقت، ليه توقيتات معينه امتى يعمل اسكليشن والمين. ليه؟ لان التاخير في التصعيد بيعمل شلل في المشروع. البي ام اي في الامتحان بتحب الديسيشن يكون مدروس والاسكليشن في الوقت الصح، مش تاخير ولا يعمل بان. ثالث حاجه السبونسر اند بي ام او رولز، خلينا نفصل الادوار بوضوح. السبونسر هو استراتيجيك دايركشن، بيريموفز الباريرز واون البيزنس كيس، انما البي ام او ده جفرنانس كونسيستنسي وستاندردز وبورتفوليو الاينمنت. البروجكت مانجر بيشتغل معاهم مش ضدهم ومش بديل عنهم. رابع حاجه الاورجانيزيشنال سيستم. الجفرنانس مش شغل بروجكت بس، بتتاثر بيه الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس زي البوليسيز والبروسيدورز والكالتشر والتولز. البي ام اي بتقول ان البروجكت جفرنانس لازم يتماشى مع الاورجانيزيشن سيستمز. التوازن المهم، الكنترول مقابل الاجيلتي. الجفرنانس الصح لا تشد ولا تسيب، الكنترول زياده بيساوي بيروقراسي او بيروقراطيه، الكنترول القليل بيساوي فوضى او كيوس. البي ام اي بتحب ايه؟ enough governance to protect the value without slowing the delivery. طب الجفرنانس في البي ام بي اكزام، اسئله البي ام بي كتير جدا بتيجي من هنا. سيناريوهات زي الاثوريتي مش واضحه، السبونسر مش متفاعل، البي ام او رافض ريكويست، ايشو محتاجه اسكيليشن. الاجابه الصح غالبا كلاريفاي اوثوريتي، فولو الجفرنانس فريم ورك، انجيج السبونسر او البي ام او، مش تعمل باي باس ولا تصعيد بشكل خاطئ. طيب البي ام اي مايند سيت في الجفرنانس دومين بتفكر كده ان الجفرنانس بتساوي enable success، وان البي ام او هو بارتنر مش عوائق، وان السبونسر هو استراتيجيك اونر، تمام، وان البروجكت مانجر هو اكاونتبل ليدر داخل هذا الاطار. لو الجفرنانس دومين اتظبط باقي الدومينز هتمشي بشكل اسهل. في سيشن 11 ان شاء الله هنتكلم عن الستيك هولدر بيرفورمانس دومينز، وخليني ابدا بجمله بيقولها البي ام اي نفسه تقريبا. بيقول الستيك هولدر ممكن ينجحوا المشروع وممكن يدمروه. كتير مشاريع بتبقى بلان مظبوطه وسكيدول تمام وبادجت محسوب وبرضه بتفشل. ليه؟ لان الستيك هولدر واحد مش مهم جدا ممكن يكون مش راضي. يعني ايه ستيك هولدر بيرفورمانس دومين؟ البي ام اي هنا مش بتتكلم عن لسته من الستيك هولدرز وخلاص. الستيك هولدر بيرفورمانس دومين بيركز على مين يهم فعلا، مين بيأثر ومين بيتأثر، وكمان ازاي يتعامل معاهم طول عمر المشروع مش مرة واحدة وخلاص. الاستراتيجيك انجيجمنت هي الفكرة الأساسية. الانجيجمنت هنا استراتيجيك مش عشوائي، يعني مش كل ستيك هولدر يتعامل بنفس الطريقة، مش نفس الرسالة ولا نفس التوقيت ولا نفس القناة. البي ام اي بتقول ان one size fits all communication بتساوي failure. طيب الايدنتيفيكيشن اكتر من اللي باين. اغلب الناس بتغلط هنا. الايدنتيفيكيشن مش سبونسر ولا تيم بس، لكن كمان regulators, end users, operations, affected communities, people who can influence outcomes. يعني في ناس مش باينه. البي ام اي دايما بيسأل مين ممكن يوقف المشروع حتى لو هو مش ظاهر. الاناليسيس، هنا بنعمل اناليسيس باور وانترست وانفلونس. بعد ما عرفت الناس لازم تفهمهم، تعمل لهم اناليسيس، يعني باور وانترست وانفلونس وامباكت، عشان ترتب الاولويات وتعرف تركز مع مين وتقلل الايفورت مع مين. وده اساس اي ستيك هولدر استراتيجي صح. انجيجمنت، العلاقه مش الرساله. انجيجمنت مش ايميل، انجيجمنت يعني managing expectation وbuilding relationships واكتف involvement. البي ام اي بتشجع الكونتينوس انجيجمنت مش وقت الازمات بس. managing resistance، حقيقه لازم تتقبل، مش كل الناس هتبقى مبسوطه. اسباب الريزيستنس
بتكون fear of change أو competing priorities أو past bad experience. البي ام اي بتقول إن resistance مش مشكلة، تجاهلها هو المشكلة. المونيتورنج بقى ده الموضوع بيتغير. الستيك هولدر مش ثابت، اللي كان سبورتيف ممكن يبقى ريزيستنس والعكس. مونيتورنج يعني تتابع المشاعر او السنتمنت، تسمع الفيدباك وتعدل الاستراتيجي، مش تمشي بنفس الخطه للنهايه. الستيك هولدرز في البي ام بي اكزام الدومين ده من اكتر الدومينز اللي بيجي في الامتحان. السيناريوهات دايما كونفليكت، ريزيستنس، ميس الاينمنت، انهابي ستيك هولدر. الاجابه الصح غالبا بتبقى engage, communicate, understand, concerns, tailor approach، مش ignore او force او skelet على طول. البي ام اي مايند سيت في الستيك هولدر بتفكر كده ان البروجكتس are done by people، والفاليو بيتحقق بالقبول، acceptance بتساوي الانجيجمنت، والبروجكت مانجر مش بس بيدير الشغل، ده بيدير العلاقات. لو عرفت تمسك الستيك هولدرز صح نص المشروع اتحل. في سيشن 12 ان شاء الله هنتكلم عن السكوب بيرفورمانس دومين، وده اكتر دومين الناس فاكره انها فاهماه، واكتر دومين بيبوظ مشاريع. البي ام اي بتبدا من نقطه بسيطه. السكوب هو ايه؟ وات از ان، وات از اوت. ولو الحدود دي مش واضحه مفيش سكيدول، مفيش كوست، مفيش كواليتي. يعني ايه سكوب بيرفورمانس دومين؟ البي ام اي هنا مش بتتكلم عن دوكيومنتس. السكوب بيرفورمانس دومين بيركز على establishing boundaries, guiding all project work, preventing scope creep، وفي نفس الوقت بيسمح بتغيير مدروس بيحقق value. طيب requirements الأساس الحقيقي. أي سكوب بيبدأ من requirements. requirements يعني stakeholder needs, expectations, constraints. البي ام اي بتقول لو requirements غلط السكوب كله غلط. وكمان requirements هي أساس السكوب definition والacceptance criteria. طيب الورك بريك داون ستراكشر ثينكينج، مش رسمه وخلاص. WBS بين بوك 8 هي طريقه تفكير. ال WBS thinking يعني break deliverables into manageable component بشكل hierarchical. مش الهدف الرسم، لكن الهدف انك تفهم الشغل كله قبل ما يبدأ، وده بيساعد في البلاننج والاستيميشن والكنترول. عندنا التشينج كنترول لوجيك. السكوب لازم يتغير بس مش اي تغيير. البي ام اي بيميز بين الكنترولد سكوب تشينج والانكنترولد سكوب كريب. التشينج كنترول لوجيك يعني evaluate التشينج against الفاليو والامباكت والاستراتيجيك الاينمنت، مش ماشي خلصها وخلاص. الاجايل في اس البريدكتيف في اس الهايبريد او السكوب في الثلاثه بقى. السكوب في الابروتشز دول. بين بوك 8 دايما كونتكست بيزد. في الاجايل السكوب فيا باكلوج، سبرنت بلاننج، سكوب ايفولفز. في البريدكتيف فيكسد سكوب، تشينج كنترول بورد. في الهايبريد عندنا سام سكوب فيكسد وسام ادابتبل. البي ام اي بتقول اختار اللي يخدم الفاليو مش اللي انت متعود عليه. السكوب في البي ام بي اكزام، السكوب من اكتر الدومينز اللي بيطلع ترابس او افخاخ يعني في الامتحان. سيناريوهات زي ستيك هولدر بيطلب اضافه، تشينج ليت في المشروع، تيم بيشتغل اكسترا وورك. الاجابه الصح غالبا تبقى ايفالويت التشينج واسس الامباكت وفولو التشينج كنترول، مش ريجكت على طول ولا اكسبت من غير تحليل. البي ام اي مايند سيت في السكوب دومينز ان البي ام اي بتفكر كده. السكوب مش ثابت دايما، السكوب مش مفتوح دايما. البروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيحافظ على الباوندريز او الحدود من غير ما يقتل الفاليو او القيمه. لو السكوب اتظبط نص مشاكل المشروع اختفت. في سيشن 13 هنتكلم عن سكيدول بيرفورمانس دومين. طبعا مفيش بروجكت مانجر ما تسالش السؤال ده، هتخلص امتى؟ السكيدول مش تايم لاين حلو ولا جانت تشارت بس. البي ام اي بتقول ان السكيدول هو رياليستيك كوميتمنت تو تايم. يعني ايه سكيدول بيرفورمانس دومين؟ بين بوك 8 هنا مش بتعلمك ترسم سكيدول، لكن بتركز على estimating الديوريشنز وسيكونسنج الاكتيفيتيز ومونيتورنج البروجرس وفوركاستنج الكومبليشن. يعني هل المشروع ماشي في الزمن الصح وهيوصل امتى فعلا؟ اختلاف الأساليب بس الهدف واحد. مش كل المشاريع بتتعامل مع الوقت بنفس الطريقة، لكن بي ام اي بتقول إن كل أبروتش محتاج تخطيط واقعي وإدارة استباقية. الكريتيكال باث ميثود.
دي المدرسة الكلاسيكية. السي بي ام بيعتمد على النيوتورك دايجرام والتاسك ديبندنسيز، واللونجست باث هو الكريتيكال باث. خصائصه ان الاكتيفيتيز زيرو فلوت، وان اي تاخير فيها بيساوي تاخير في المشروع كله. والبي ام اي في الامتحان بتحب تشوفك فاهم ان التركيز على الكريتيكال اكتيفيتيز مش على الكل. الكريتيكال تشين بتبص للموارد قبل المهام، بتركز على الريسورس كونسترينز والانسرتينتي، وتضيف بافرز، البروجكت بافر والفيدنج بافر. الهدف تحمي تاريخ التسليم من التذبذب. الاجايل تايم بوكسز. الاجايل قلب المعادله. في اجايل التايم ثابت والسكوب هو اللي بيتكيف. امثله السبرنت والايتريشنز. المتابعه بتكون عن طريق الفيلوسيتي والبيرن داون تشارتس. البي ام اي هنا بتقول ان الوقت ثابت والقيمه هي الهدف. الفوركاستنج اند بافرز. السكيدول مش بلان وبس، ده توقع. فوركاستنج يعني استخدام الهيستوريكال داتا والكرنت بيرفورمانس والترندز علشان تتوقع النهايه بدري وما تتفاجئش في الاخر. البفر مش كسل، ده حمايه ذكيه ضد النون انسرتينتيز. السكيدول اكروس البريدكتيف والاجايل والهايبرد. بين بوك 8 دايما كونتكست دريفن. البريدكتيف ديتيلد اب فرونت سكيدول، الاجايل رولينج ويف بلاننج، شورت هوريزونز، الهايبريد هاي ليفل مايلستونز وديتيلد شورت تيرم بلان. البي ام اي بتقول اختار اللي يخدم الواقع مش اللي في الكتاب. السكيدول في البي ام بي اكزام من اكتر الدومينز اللي بتيجي تريكي. سيناريوهات زي ديلي حصل، ريسورس شورتج، unrealistic ديدلاين، ضغط ستيك هولدر. الاجابه الصح غالبا بتبقى ريفوركاست وانالايز الامباكت وادجست بلان وكوميونيكيت ايرلي، مش اوفر بروميس او نو او نور هايد ديليز. البي ام اي مايند سيت في السكيدول دومين. البي ام اي بتفكر كده ان السكيدول كوميتمنت لازم يكون واقعي، والترانسبيرنسي اهم من الوعود، والفوركاستنج اهم من التبرير، والبروجكت مانجر الشاطر يعرف يقول امتى المشروع في خطر من بدري. لو الوقت طبعا ما بيرجعش، لو السكيدول اتضرب بشكل صحيح الضغط بيقل والقرارات بتتحسن والقيمه بتوصل اسرع. في سيكشن 14 هنتكلم عن الكوست اند ميجرمنت بيرفورمانس دومين. أي بروجكت في الدنيا في الآخر بيتسأل سؤالين: صرفنا كام وطلعنا بإيه؟ البي ام اي هنا بتربط الكوست زائد الميجرمنت بالديسيشن ميكنج، مش أرقام وخلاص. يعني إيه كوست أند ميجرمنت بيرفورمانس دومين؟ بين بوك 8 مش بتتكلم عن حسابات. الدومين ده بيركز على البادجيتنج والكوست كنترول والفاينانشال فوركاستنج والبرفورمانس ميجرمنت، علشان نعرف المشروع ماشي صح ولا بيصرف ولا بس بيصرف فلوس. طيب أول حاجة البادجيتنج اند استيميشن. أي بادجت حلو بيبدأ بتقدير واقعي. بي ام اي بتذكر طرق زي الانالوجوس استيميتنج والبارامتريك استيميتنج والبوتوم اب استيميتنج، وبعدها الاستابليش كوست بيز لاين واد الكونتنجنسي ريسيرفز. البي ام اي دايما بتحب الرياليستيك استيميتس مش الاوبتيمستيك بروميسز. طيب الايرند فاليو ميجر مانجمنت. الايرند فاليو مانجمنت هو اللغه المشتركه بين السكوب والسكيدول والكوست. الاي في ام بيربط الوات بلانت اللي البي في البلاند فاليو مع الايرند فاليو وات ايرند مع الوات سبنت الاكشوال كوست، واهم مؤشراته الكوست بيرفورمانس اندكس اللي هو السي بي اي، والسكيدول بيرفورمانس اندكس اللي هو الاس بي اي، والاستيميت ات كومبليشن اللي هو الاي اي سي. البي ام اي في الامتحان مش عايزك تحسب، عايزك تفهم الاتجاه. طيب الفوركاستنج تكنيكس. القياس مش للماضي، للمستقبل. فوركاستنج يعني using trends using the current performance وpredict the future outcomes. البي ام اي بتشجع انك تكومباين الكوانتيتيف اناليسيز مع الكواليتيف جادجمنت، مش كل حاجه رقم. الاي اي سبورتد اناليتكس، ودي نقطه حديثه جدا في بين بوك 8. الاي اي ممكن يعمل ايه؟ يايدنتيفاي الباترن ويديتكت الانوميليز ويموديل السيناريوز، لكن الاي اي بروفايد ديسيشن سبورت نوت ديسيشن. القرار النهائي بتاع البروجكت مانجر هيومن جادجمنت وكونتكست اوير ثينكينج. التحذير المهم ان ما ينفعش تقول السيستم قال كده. البي ام اي واضحه: leader evaluate AI recommendations consider the factors algorithms cannot capture. الايثكس زائد الكونتكست زائد الستيك هولدرز، وده امتداد مباشر لمبدأ be an accountable leader.
الكوست دومين في البي ام بي اكزام، الدومين ده بيجي كتير بطريقه غير مباشره، سيناريوهات زي الاوفر ران، السي بي اي اقل من 1، الفوركاست سيء، الستيك هولدر قلقان على الميزانيه. الاجابه الصح غالبا analyze trends وري فوركاست وريكومند corrective actions وكوميونيكيت ايرلي، مش hide bad numbers او نور wait till the end. البي ام اي مايند سيت في الكوست اند ميجرمنت بتفكر كده: الكوست بتساوي tool for decision، والميجرمنت early warning system، والترانسبيرنسي اهم من التجميل. البروجكت مانجر الشاطر يعرف يقرا الارقام ويفهم معناها. لو بتقيس بشكل صحيح هتقرر بشكل صحيح. في سيشن 15 هنتكلم عن الريسورس بيرفورمانس دومين. مفيش بروجكت بيفشل عشان التولز وحشه، غالبا بيفشل عشان البيبل. البي ام اي هنا بتقول بوضوح ان البيبل سكيلز often determine project success or failure. يعني التكنيكال سكيلز مهمه، بس الريسورس مانجمنت هو اللي بيفرق في الواقع. يعني ايه ريسورس بيرفورمانس دومين؟ الدومين ده بيركز على الناس، مش بس الهايرنج ولا الاسايننج، لكن الاسكوايرنج والديفلوبينج والمانجنج ريسورسز، سواء كان الكور تيم او الفيندورز او الكونتراكتورز. بنتكلم هنا عن التيم ديفلوبمنت او بناء الفريق. اي تيم بيعدي بمراحل، البي ام اي بتستخدم نموذج الفورمينج والستورمينج والنورمينج والبرفورمينج. والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي ما بيستغربش من الستورمينج، بيعرف يديره ويوصل الفريق للبرفورمينج. الكونفليكت مانجمنت، الكونفليكت مش حاجه وحشه. البي ام اي بتقول ان الكونفليكت مانجمنت ويل بتساوي بيتر ديسيجنز. اساليب التعامل، الكولابوريشن افضل اختيار غالبا، الكومبرومايز، الاكوموديت، الافويد، الفورس اخر حل. في الامتحان البي ام اي بتحب الحلول التعاونيه مش السلطويه. الكباسيتي بلاننج، مش كل واحد فاضي طول الوقت. الكباسيتي بلاننج يعني بالانسنج الورك لود وافويدنج البيرن اوت وافويدنج الاوفر الوكيشن. البي ام اي بتشجع الرياليستيك ريسورس كوميتمنت، مش تحميل ناس فوق طاقتهم وبعدين نستغرب ان الاداء وقع. الموتيفيشن، ليه الناس تشتغل؟ الفلوس لوحدها مش كفايه. البي ام اي بتذكر نظريات زي ماسلو وهاريسبيرج وماكي جريجر. البروجكت مانجر لازم يفهم الفرق بين الانترنسيك موتيفيشن والاكسترنسيك موتيفيشن ويطبق المناسب حسب الشخص والموقف. الريسورسز خارج الفريق، الريسورسز مش تيم بس، بتشمل السبلايرز والفيندور والسبيشاليزد كونتراكتور. وفي الماتريكس اورجانيزيشن، البروجكت مانجر لازم يفاوض ويدير اولويات متعارضه ويبني علاقات مش اوامر. الريسورس دومين في البي ام بي اكزام، الدومين ده بيجي كتير في شكل مواقف، سيناريوهات زي كونفليكت بين تيم ممبرز، بيرن اوت، ريسورس شورتج، ماتريكس اوثورتي ايشوز. الاجابه الصح غالبا كوميونيكيت، كولابوريت، بالانس ورك لود، بيلد تراست، مش انك تفورس او اجنور. البي ام اي مايند سيت في الريسورس دومين بتفكر كده: ان البيبل ار نوت انترتشينجبل، الليدرشيب اهم من الكنترول، وان الهاي بيرفورمينج تيم بيساوي مانجد انرجي مش بس مانج تايم. البروجكت مانجر الشاطر بيبني فريق مش بس بيدير ناس. لو الناس مرتاحه المشروع هيمشي. في سيشن 16 باذن الله هنتكلم عن الريسك بيرفورمانس دومين. واقول تصحيح مهم: ان الريسك مش معناه مصايب وبس. البي ام اي بتقول بوضوح ان الريسك uncertainty، والانسرتينتي دي ممكن تبقى threats مخاطر سلبيه او opportunities فرص ايجابيه. البروجكت مانجر الشاطر ما بيخافش من الريسك، بيديره. يعني ايه ريسك بيرفورمانس دومين؟ بين بوك 8 هنا مش بتتكلم عن الريجستر وخلاص. الدومين ده بيركز على identifying الريسك، analyzing الريسك، responding to risks وmonitoring continuously عشان تحمي الاوبجكتيفز وتزود فرص النجاح. طب الريسك مانجمنت بروسيس بمنطق بسيط: اول حاجه identify الريسك، ودي اول خطوه نعرف احنا ممكن نقع في ايه. ادوات البرين ستورمنج، التشيك ليستس، الاكسبرت جادجمنت، مش نخبي ولا نكسل. تاني حاجه analyze الريسك، مش كل ريسك يستاهل نفس التركيز. qualitative analysis ده البروبابيلتي في الامباكت، quantitative analysis زي مونتي كارلو، ديسيشن تري، الاي ام في. البي ام اي في الامتحان مش عايزك تحسب، عايزك تختار الاداه الصحيحه. تالت حاجه plan الريسبونس، threats يبقى avoid، mitigate، transfer، accept، opportunities exploit، enhance، share، accept. البي ام اي بيفرق بوضوح بين الثريت والاوبورتيونيتيز.
رابع حاجة مونيتور الريسك، والريسك مانجمنت مش مرة وخلاص، التراك تريجرز واتش ريسبونسز وايدنتيفاي نيو ريسكس. بي ام اي بتقول ان الريسك مانجمنت از كونتينوس. طيب الكواليتيتيف اناليسيس ده الاسرع ودي اول فلتر، البروبابيلتي، الامباكت، البريوريتيزيشن. النتيجه ان بيطلع عندنا فوكسد ريسك ريجستر، بنركز على المهم مش كل حاجه. الكوانتيتيف اناليسيس للريسك اللي هي الهاي، لما القرار يكون كبير بنحتاج ارقام، ادوات زي السنسيتيفيتي اناليسيس، الاي ام في، السيموليشنز. الاي بي ام اي بتحب استخدام التحليل ده لما يكون جاستيفايد. طيب السيناريو ثينكينج في بين بوك 8 مايند سيت، ماذا لو؟ سيناريو ثينكينج يعني نفكر في أكتر من مستقبل ونجهز contingency plans، مش نتفاجئ ولا نرتجل. تمام، الاوبورتيونيتيز مش ثريتس بس، دي غلطة ناس كتير بتقع فيها. البي ام اي بتركز على الاوبورتيونيتي ريسك، ممكن يسرع المشروع او يقلل التكلفة او يزود القيمة. البروجكت مانجر الشاطر بيدور على الفرص زي ما بيقلق من المخاطر. الريسك دومين في البي ام بي اكزام، الدومين ده بيجي كتير سيناريوهات زي high uncertainty, new technology, tight deadline, high stake decision. والإجابة الصح غالبا بتبقى identify, analyze, choose, response, monitor، مش إن يبقى فيه panic ولا ignore ولا overreact. البي ام اي مايند سيت في الريسك دومين بتفكر إن الانسرتينتي جزء من الشغل، والبرو اكتيف أفضل من الرياكتيف، والبالانسد ريسك تيكينج ده مطلوب، والبروجكت مانجر مش مقامر ولا جبان، ده راجل متوازن. بكده لما نخلص ستيشن 16 هنكون خلصنا فيز 3 اللي هي البرفورمانس دومينز، من الجفرنانس لحد الريسك. وبعد كده التفكير هيكون اتبنى عندنا والاداء اتفهم، واللي جاي هيكون فيز 4 الميثودز والمودلز والتيلرينج، وفيها هنختار الطريقه الصحيحه للمشروع الصح في الوقت الصح. بعد كده هنخش على فيز 4 اللي هي الميثودز والبروسيسز اند تيلرينج. ناس كتير كانت فاكرة إن بين بوك 7 لغى البروسيس خالص، ودلوقتي مستغربين إن بين بوك 8 رجعه. خلينا نكون واضحين من الأول، بين بوك 8 ما رجعش البروسيس عشان نحفظه، رجعهم ك thinking aids مش ك perspective steps، وده فرق جوهري جدا. يعني إيه البروسيسز ك thinking aids؟ زمان كنا بنسأل الخطوة اللي بعدها إيه، دلوقتي بي ام اي بيسأل هل فكرت في النقطة دي ولا لأ؟ البروسيسز في بين بوك 8 هي فريم ورك للتفكير وتشيك ليست ذهني، طريقة تنظم دماغك مش سيكونس إجباري ولا خطوات تمشي عليها بعمى بلايندلي. تمام، البريدكتيف والاجايل والهايبريد مش حرب. البي ام اي بطلت تسال انت اجايل ولا بريدكتيف، وبقت تسال ايه الانسب للمشروع ده. البريدكتيف لو ريكويرمنتس ثابته والسكوب واضح، الاجايل لو الهاي انسرتينتي وايفولفنج ريكويرمنتس، الهايبريد الواقع العملي في اغلب المشاريع. بيمبوك 8 بيشجع الاختيار مش التعصب. التيلرنج هو قلب فيز 4 مش اوبشنال، التيلرنج مش اوبشنال. البي ام اي بتقول انه نو وان سايز فيتس اول بروجكت مانجمنت. تيلرنج يعني تعمل تكيف للبروسيس والتولز والتكنيكس حسب البروجكت سايز والكومبلكسيتي والريسك والاندستري والاورجانيزيشن كلتشر. البروجكت مانجر الشاطر مش بيطبق المنهجيه، بيكيفها. الانبوتس والتولز والتكنيكس رجعت بس مش للحفظ ولا الامتحان بشكل مباشر. بيمبوك 8 بتستخدم الاي تي تي اوز علشان تربط التفكير المنطقي بين الشغل. يعني عندك انبوت تستخدم تولز او تكنيكس تطلع اوت من غير ما تقول لازم اعملهم بالترتيب ده. نقطة مهمة جدا ان البي ام بي اكزام مش هيقيس حفظ البروسيس، لكن هيقيس هل عارف تستخدمهم ولا لا، هل عارف تختار ولا لا، هل عارف تكيف ولا لا. يعني المايند سيت اهم من الميمورايزيشن. فيز 4 في الامتحان بتربط كل اللي فات، البرنسبلز والبرفورمانس دومينز والميثودز والتيلورينج. علشان كده اسئله البي ام بي دايما هتقول لك في السيناريو ده تعمل ايه، مش بروسيس رقم كام. فيز 4 هتعلمك تكون بروجكت مانجر مش اوبريتور. في سيشن 17 هنتكلم عن البين بوك 8 بروسيسز والاي تي تي او ثينكينج. اكتر سؤال اتسال بعد بين بوك 8 ما ظهر هو ايه اللي حصل؟ مش بي ام اي كانت لغت البروسيس؟ الإجابة ببساطة بي ام اي لغت الحفظ ورجعت التفكير. ليه البروسيسز رجعت في بين بوك 8؟ بي ام اي اكتشف ان من غير بروسيسز ناس كتير تايهة، لكن مش رجوع بين بوك 6 مش 49 بروسيس نحفظهم،
بيم بوك 8 رجع البروسيسز كلوجيكال فريم ورك مش كمانداتوري ستيبس. نقطة مهمة جدا إن البروسيس في البيم بوك 8 مش تشيك ليست تمشي عليها، لكنها خريطة ذهنية بتوضح الشغل غالبا بيبدأ إزاي وبيمشي إزاي وبيقفل إزاي، وده فرق جوهري. الجروبز الخمسة بالمنطق مش حفظ. initiation، نبدأ قبل ما نشتغل. define البروجكت. authorize الورك. identify الستيك هولدرز، يعني هل المشروع له سبب ومين موافق. planning، نفكر قبل ما ننفذ. scope schedule cost quality risk resource. planning مش document. planning بتساوي thinking ahead. الاكسكيوتنج هنا الشغل الحقيقي. direct work manage teams وانجيج الستيك هولدرز واسكاير ريسورسز. بس البي ام اي بتقول ان التنفيذ من غير تخطيط بيساوي حرق مجهود. مونيتورنج اند كنترولنج، وانت شغال راجع تراك البرفورمانس وفاليديت السكوب وكنترول التشينجز، يعني هل اللي بيحصل ده صح ولا مش صح ونعمل ايه. في الكلوزنج اقفل صح. فاينلايز الديليفرابلز وترانسفير الاورنج شيب وكابشر الليسنز ليرند. البي ام اي بتركز على كلوزنج مش ورق، كلوزنج تعلم. الاي تي تي او ثينكينج قلب الحلقه. اهم حاجه في السيشن 17 ان الاي تي تي او الانبوتس لتولز التكنيكس والاوتبوتس، بس مش للحفظ، مش للترتيب الاجباري، لكن طريقه تفكير لاي مشكله. مثال بسيط، عندك مشكله اسال نفسك الانبوتس ايه اللي عندي. داتا، كونسترينز، ريكويرمنتس. ايه التولز والتكنيكس استخدم ايه. اناليسيز، ميتنج، موديلز. الاوتبوتس ايه محتاج اطلع ايه. ديسيشن، بلان، ابديت. وده ينفع ايه؟ اجايل، بريدكتيف، هايبريد. الاي تي تي او ثينكينج في البي ام بي اكزام مش هيقول لك ايه الانبوت للعمليه اكس، لكن هيحطك في سيناريو ويستنى منك تفكر بمنطق. الاي تي تي او تختار الاداه المناسبه وتطلع النتيجه الصح. مايند سيت مش ميمورايزيشن. البي ام اي مايند سيت في سيشن 17 بتقول لك ان البروسيس بتساوي جايد، والاي تي تي اوز هي ثينكينج ستراكشر، والتيلرنج هنا الزام، والبروجكت مانجر الشاطر بيستخدم الفريم ورك او الاطار مش بيتقيد بيه. سيشن 17 هتفهمك ليه البي ام اي رجعت البروسيس من غير ما ترجع الحفظ. في سيشن 18 باذن الله هنتكلم عن البريدكتيف والاجايل والهايبريد ديليفري. خليني اقولها من الاول وبصراحه، مش كل مشروع اجايل ومش كل اجايل ينفع لكل مشروع. البي ام اي في بيم بوك 8 بتقول بوضوح ان الهايبريد is the default for most real world projects. يعني الهايبريد هو الأعم والمستخدم في معظم مشاريع الواقعية. طب ليه البي ام اي بقت بتفضل الهايبريد؟ علشان الواقع مش ابيض واسود، معظم المشاريع فيها اجزاء ثابته واجزاء متغيره واطراف مختلفه. بيم بوك 8 مش بتسالك انت اجايل ولا بريدكتيف، بتسالك ازاي تكيف. البريدكتيف لسه موجود ومهم وبيستخدم لما ريكويرمنتس تكون ثابته والسكوب يكون واضح والكومبلكس يكون عالي ويكون هاردوير او كونستراكشن، والخصائص بتاعته ان هو اب فرونت بلاننج والسيكونشال فيزز وتشينج كنترول رسم. البي ام اي مش ضد البريدكتيف وضد استخدامه بشكل غلط. الاجايل اللي هو الادابتيف مش معناها مفيش تخطيط. الاجايل مناسب لما يكون فيه هاي انسرتينتي والريكويرمنتس بتتغير والانوفيشن موجود والسوفت وير غالبا بيعتمد على الايتريشنز والفيدباك والكونتينوس امبروفمنت. البي ام اي بتقول ان الاجايل هو ليرنينج فاست مش فوضى او كيس. الهايبريد بقى اللي هو البلندد او الميكس بين الاثنين، وده اللي بيحصل فعلا. هايبريد يعني بريدكتيف في اجزاء واجايل في اجزاء تانية، تailored لكل كومبوننت. امثله عندك كونتراكت اند بريكورمنت بريدكتيف، والديفلوبمنت اجايل، والانتجريشن هايبريد. بيب بوك 8 بيقول لك ان الهايبريد مش كومبرومايز، الهايبريد سمارت ديزاين. طيب وين اجايل فيلز؟ نقطة مهمة جدا، ودي نقطة ناس كتير مش بتحب تسمعها. الاجايل ممكن يفشل لو السكوب لازم يكون فيكسد، لو الريجولاريتي دوكيومنتيشن مطلوبة، لو الاورجنايزيشن مش اجايل ماتيور، لو التيم مش سيلف اورجنايزنج. البي ام اي بتقول ان الاجايل اختيار مش شعار. الهايبريد انفايرمنتس في جفرنس، هنا بيجي دور الجفرنس الصح. الهايبريد محتاج ستيج جيتس للبريدكتيف ومحتاج سبرنت ريفيو للاجايل. البي ام او لازم يكيف الاوفر سايت، ما يعملش كونفليكتنج ريكويرمنتس. البي ام اي بيقول ان الجفرنس بيدعم مش بيعارض. الدليفري ابروتش في البي ام بي اجزاء. الامتحان مش هيقول لك اختار اجايل وخلاص، هيقول لك بروجكت كونتكست،
وهيدي لك constraints وستيك هولدرز وريسكس، وانت تختار الابروتش او هايبريد ميكس يخدم الفاليو. الاجابه الصحيحه بتبقى كونتكست اوير وتيلرد وبالانسد. البي ام اي مايند سيت في ستيشن 18 بتفكر كده ان نو سيلفر بوليت، نو وان سايز فيتس اول، مفيش حاجه تنفع لكل حاجه. تيلرنج فوق المنهجيات، والبروجكت مانجر الشاطر بيفهم الادوات ويختار الصح. بعد سيشن 18 هنكون خلصنا فيز 4 وفهمنا البروسيس وفهمنا الاي تي تي او ثينكينج وفهمنا الميثودز وعرفنا نكيف. بعديها بعد سيشن 18 هنخش على فيز 5 وهتكون خاصة بالاكزام ماستري اند استراتيجي، وهنا هنربط كل حاجة ونحل اكزام سيناريوز ونفك الترابس بتاعت البي ام بي. بعد كده هندخل على فيز 5 الابلكيشن اند اكزام ريدنس. خلينا نكون واضحين من البداية، فيز 5 دي مش مراجعة ومش حفظ ومش حل أسئلة والسلام. المرحلة دي هي النقلة الحقيقية من إنك بتفهم بين بوك 8 لإنك بتفكر زي البي ام اي في الامتحان. إحنا بنعمل إيه في فيز 5؟ في سيشنز 19 و20 بنجمع كل اللي اتعلمناه قبل كده، بس مش تجميع نظري، ده انتجريتد ابلكيشن، يعني البرنسبلز والبرفورمانس دومينز والبروسيسز والتيلرينج كلهم مع بعض جوه ريال بي ام بي سيناريو. التركيز الأساسي هنا مش على تعريفات أو مصطلحات أو خطوات محفوظة، لكن على ال Principles Based Thinking و Situational Judgment. فهم ال PMI Logic مش رأيك الشخصي. الامتحان مش بيسألك إيه الصح نظريا، الامتحان بيسألك PMI عايزك تتصرف إزاي في الموقف ده. الإكزام ريدنس مش إكزام ريفيو، خلي بالك من نقطة مهمة جدا. ال PMP إكزام لا يساوي النولج إكزام، ده decision making exam. عشان كده في فيز 5 بنتعلم نحل سيناريوهات معقدة ونرتب الاختيارات ونفهم ليه 3 إجابات غلط وواحدة صح، ونستخدم مايند سيت قبل أي تول. كمان مهارات يوم الامتحان الإكزام داي سكيلز، وهنا بنشتغل على reading the question probably و identifying the real problem و eliminating the wrong answers والتايم مانجمنت والتعامل مع الأسئلة التريكي. مش أسرع واحد لكن أهدى واحد بيفكر صح. الجملة الأهم في فيز 5 افتكر دايما You are not memorizing facts, you are developing judgment. أنت هنا بتتحول من طالب بيذاكر PMP إلى بروجكت مانجر بيفكر بمنهج ال PMI، وده اللي فعليا بيخليك تنجح في الامتحان وتطلع PMP حقيقي مش شهادة وخلاص. الفيز 5 هي الربط النهائي، تصحيح طريقة التفكير وتجهيزك نفسيا وذهنيا للامتحان. بعد المرحلة دي انت مش داخل تمتحن، انت داخل تقيم مواقف. في سيشن 19 هنتكلم عن الانتجريتد كيس ستادي بين بوك 8 ستايل. خلينا نكون واضحين من اول ثانية، السيشن دي مش حل كيس ستادي، ده سيشن بتشرح لك هتفكر ازاي جوه الكيس في امتحان البي ام بي. يعني ايه؟ يعني البي ام اي مش عايزك تحفظ خطوات ولا تجري ورا تولز معينه، لكن عايزك تفكر برنسبلز فيرست. طبيعه اسئله البي ام بي في بيمبوك 8 ان مفيش اجابه صح 100%، في بيست اوبشن وكل اختيار ليه تريد اوف، وده اللي بنسميه برنسبل دريفن ديسيشن. يعني اي قرار لازم يبقى مرتبط بالفاليو والليدرشيب والجفرنس والسستينابيلتي والبيبل، مش مجرد سكوب او سكيدول وخلاص. البرنسبلز دريفن ثينكينج، اي سؤال في السيشن دي بيرجعك لواحد او اكتر من الكور برنسبل الست. مش هتلاقي مكتوب ابلاي برنسبل 2، لكن لازم تشوف بين السطور. اسال نفسك دايما البي ام اي في الموقف ده عايز ايه اكتر، الفاليو ولا الايثكس ولا اللونج تيرم امباكت. البي ام او اند جفرنس مش شابتر لوحده، خد بالك من نقطه مهمه جدا. البي ام او مش شابتر منفصل في البي ام بي، ده بيظهر لما القرار يكون محتاج اسكليشن، لما يكون فيه كونفليكتس مش في البريوريتيز، لما المشروع خارج الاثوريتي بتاعه البروجكت مانجر. فانت هنا بتتعلم امتى تسكليت وامتى تتكلم مع السبونسر وامتى ما تاخدش قرار لوحدك. الاي اي في الامتحان كونتكست مش انسر. في ينبوك 8 اي اي موجود، اناليتكس موجود، لكن ال AI provides insights not decisions. يعني ممكن السؤال يقول لك ال AI داشبورد شوز، بس القرار النهائي دايما إنساني وأخلاقي، وده داخل تحت برنسبل ال Be an accountable leader. ال PMI Code of Ethics، Sustainability Trade Offs
ودي من أهم الحاجات الجديدة في البين بوك 8. الامتحان ممكن يحطك بين كوست أقل وسكيدول أسرع، لكن إمباكت بيئي، سمعة الشركة، الكومبلينس. وهنا البي ام اي غالبا بتختار اللونج تيرم فاليو اوفر الشورت تيرم جين، مش دايما الأرخص ولا دايما الأسرع، لكن الأكثر استدامة. عناصر الكيس من غير حل في سيشن 19 هنتعرض لسيناريوهات زي ستيك هولدرز كونفليكتس، وسكوب تشينج ليها امباكت على فاليو، وديستريبيوتد اند ريموت تيمز، وريسكز واوبورتونيتيز، وجفرنانس اسكيليشن، وفيندور سيلكشن مع اي اس جي فاكتورز. وكل ده متداخل زي الامتحان بالظبط. الهدف الحقيقي من سيشن 19 انك مش تطلع الاجابه، لكن تفهم ليه الاختيارات التانيه غلط، وتشوف البي ام اي بتفكر ازاي. انت هنا بتتمرن على البي ام اي جادجمنت موديل، وده اهم من اي تول. خلاصه السيشن ده ان شاء الله، لو طلعت من السيشن ده فاهم ان البي ام بي مش اكزام حفظ، وان البي ام بي اكزام هو عباره عن ديسيشن ميكنج، وان البيم بوك بتاع الثمانيه هي مايند سيت قبل ما تكون فريم ورك، يبقى انت كده ماشي صح. في سيشن 20 بإذن الله هنتكلم عن ال PMP Exam Strategy and Final Review، وده هيكون آخر سيشن في الكورس إن شاء الله. وساعتها هيكون إحنا فهمنا البين بوك 8 واستوعبنا البرنسبلز وربطنا الدومينز، وساعتها هيبقى المفروض نتكلم عن إزاي ننجح في الامتحان، وإزاي نتوقع صورة الامتحان قبل أي حاجة، وإزاي نفهم عدد الأسئلة والوقت المتاح والدومينز اللي موجودة. هنتكلم إن شاء الله ساعتها على المايند سيت بتاعت البي ام اي، بحيث ان انت البي ام اي عايزك تكون بتفكر بعقليه البي ام اي، مش بعقليه بروجكت مانجر ولا سايت مانجر. وهنتكلم عن الدومين بيزد كويستشن لوجيكس والتايم مانجمنت، وازاي تعمل ريدنس واسسمنت وتحل الموك اكزام. وبكده نكون وصلنا لنهايه السيشن اللي بيتكلم عن الانترودكشن للبيم بوك 8. وان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتكلم مع بعض عن سيشن رقم 1. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.